5 ديال الشماكريه مسلحين موجهين كابوس في وجه البنت، ومولا المحل خرج ليهم مكحله. هذه ماشي نهايه القصه، هذه غير البدايه ديال ليله كحله غتسالي بالدم واختطاف غيبدل كلشي. واحد الليله الساعه كانت تقريبا منتصف الليل، الشارع خاوي، وقفوا قدام سوبر ماركت صغير معروف في الحومه وقرروا يدخلوا ليه. ضربوا دوره بحال العاده، دخلوا بضحكه ما تماش. واحد فيهم كيضرب الباب برجلو. ورا الكونطوار كانت واقفه بنت سميتها مون، بنت زوينه شعرها مطلوق ولبسها عادي ولكن باين عليها شجاعه. كانت كتبيع لواحد السيده كبيره جايه مع بنتها الصغيره. الجو كان عادي حتى تبدل في ثواني. واحد من العصابه ضرب الكونطوار بيده وقال لها خرجي الفلوس كلها درك. مون بقات ثابته قلبها كيدق مسكينه، ولكن عينيها ما تهزوش. خرجت شويه ديال الفلوس من لاكيس ومداتهم ليهم. واحد منهم شاف الرقم وقال لها هادشي اللي كاين، واش كتضحكي علينا؟ هي حاولت تبان مكالميه، قالت لها ودي هادشي اللي كاين راه ما كاينش بزاف الفلوس اليوم. ولكن هما ما اقتنعوش، بداو يهدوها. واحد قرب ليها الكابوس لوجهها. السيده الكبيره ولات كتغوت والبنت الصغيره تشبتت فمها كتبكي بهستيريا. خطره وحده مول المحل خرج من داخل وهز مكحله معاه، قال لهم خرجوا لي درت من هنا. اللحظه كانت مشحونه. مون حاولت تهدي الوضع وقالت لهم عافاكم بركه ما زيدوش تعقدوه. ولكن العصابه ما عندهاش عقل، بدا القرطاس خيط من السما. الدريه الصغيره طاحت في الارض والدم بدا يسيل. موها بقات تغوت بنتي نوضي. العصابه دات الفلوس وفرطت وجروا معاهم مون بالسيف. اختطاف في ثواني وحياه تبدلت للابد. في الجهه الاخرى من المدينه الشمس كانت طالعه شويه بشويه. واحد لابارتمون بسيطه، واحد الراجل واقف فوق الحصيره تاع اليوغا، عينيه مسدودين، النفس ديالو منظمه. هذا الراجل هو الاوسكار. اوسكار ماشي بحال اي واحد، عنده هبه خاصه، مريق لروحه، الجسم تاعو محافظ عليه، حركاته محسوبه. منين يحبس اليوغا كيشرب شويه القهوه، وقف قدام المرايه، يلبس بدله انيقه بحال شي رجل اعمال ماشي بحال شي شرطي متقاعد. حيت اوسكار كان شرطي زمان وشي واحد فيني ماشي سهل. يخرج من الدار كيسلم على الكلبه ديالو وكيهبط القهوه ديال صاحبو ايرني. رجل كبير شويه دائما كيشكي، اشنو بغيتي نعاونك بها اوسكار؟ راه الركاب ديالي كيوجعوني، كبرت صاحبي. اوسكار كيضحك، سير ايرني غير اسكت وخليني نعيش الحياه قصيره صاحبي. يقعد يلعب اللعبه المفضله عنده في القهوه بحال شي واحد صغير. كيدخل عنده صاحبو راي كيقول ليه مازال كنغلبك في هاد اللعبه عمي. يضحكوا بجوج. راي هو اقرب واحد لاوسكار، عاشوا مع بعضياتهم الخدمه في الجيش ومع البوليس، شافوا الموت بعينيهم ولكن بقاو واقفين. راي قال ليه انا ناوي ندير مشروع، نبغي نربح فلوسي بيدي، ما بغيش نبقى غير كنتسلف. اوسكار كيشوف الكابوس اللي معاه قال له علاش هاد السلاح؟ راي قال له العصابه اخويا كثرت في المدينه، شفت شنو وقع في السوبر ماركت؟ خطفوا بنت وقتلوا بنت وحده اخرى قدام امها، هاد المدينه ولات غابه. اوسكار بان مقلق ولكن كيحاول ما يرجعش لذاك العالم. قال له الا وقع شي حاجه كاين القانون مالك. راي يضحك عليه قال له القانون؟ شحال مره جاب لينا القانون حقنا؟ الجمله بقات معلقه في الهواء. نهار من بعد اوسكار مشى يشري شي صوالح من نفس السوبر ماركت. في الباب شاف الصوره معلقه، مول مفقوده اللي شافها يتصل. وقف واحد اللحظه، حس بشي حاجه كتحرك لداخل ديالو ولكن حاول يبيع التفكير ديالو. خلص وخرج. طريقه للدار تقابل مع واحد الدري صغير سميتو اندريا. كان لابس حوايج مقطعين شويه وعينيه فيهم ذكاء غريب. قال ليه عافاك عمي شي درهم. اوسكار عطاه الفلوس ولكن قال ليه الا بغيتيهم خاصك تخدم. شد هاد الميكات وصلهم معايا للدار. مشاو بجوج كيهضروا. اندريا كان كيشوف الكسوان تاع اوسكار. قال له انت شي مدير ولا شي حاجه كبيره؟ اوسكار ضحك عليه قال له غير واحد كيحاول يعيش بسلام وصافي. في طريقهم شافوا وحدين مدابزين وقلبوها قرطاس. اوسكار حيد اندريا في الساعه من الطريق وتسع حتى كملت الفوضى. وصلوا للدار، عطاه فلوسه، سولو مع من عايش. قال له با وما مشاو هادي شحال. اوسكار حس بشي تعاطف ولكن بقى ساكت. راي رجع لدارو وقعد كيهضر مع الموش ديالو بحال شي صديق قديم. كنسميه بواحد الاسم غالي عليه هادي شحال. بين الراجل رغم القساوه اللي عاشها عنده قلب طري. خطره وحده سمع صوت تهراس برا. هبط في الساعه لقى واحد كيخول من اللوطو ديالو. خرج الكابوس وقال له ريد الا ما مشيتش درك غادي تندم. الشفار هرب ولكن منين رجع يطلع لابارتمون تاعو لقى الباب الكراج محلول شويه. قلبه دق، دخل يفتش ما لقى حتى حد. نهار جديد بدا ولكن شي حاجه كانت كتجمع الغيوم. مشى اوسكار للقهوه ولكن راي ما جاش. اتصل به ولكن تليفون مطفي. القلق بدا يكبر. قرر يمشي عنده للدار. وصل لقى باب لابارتمون محلول والبوليس سما. عرفوه ودخلوه. المشهد اللي شاف غادي يبدل كلشي. راي طايح في الارض غارق في الدم وعينيه محلولين بحال الا باقي عاد كيطلب المساعده. اوسكار تبلوكا، الدنيا دارت به. واحد البوليسي قال له
كنا غادي نعيطوا ليك، انت اقرب واحد ليه. زاد قال له ما تشفرط حتى حاجه، ولكن قتلوه وحتى انا مش ديالو ما خلاوش. هاد الكلمات التواله هرست شي حاجه لداخل ديالو، ماشي غير صاحبه، حتى البراءه اللي كانت باقيه في هاد الدنيا تقتلات. من داك اللحظه الهدوء اللي كان عايش فيه اوسكار كمل. النار تاع الانتقام تشعلات في صدره بلا ما يبينها. قعد بوحدو واحد البلاصه معزوله وبدا يبكي. الرجل قوي ولكن الدموع نزلوا. تذكر الضحكات، المعارك، الايام اللي فوتها هو وياه، وترك يقعد بوحدو. ولكن السؤال الكبير اللي بدا كيدور ببالو، شكون دار هادشي وعلاش؟ وهذا السؤال هو اللي غادي يجرو يرجع العالم كان باغي ينساه للابد. من بعد ما خرج من عند دار راي، اوسكار ما مشاش مباشره لدارو. رجليه خداوه لواحد البلاصه بعيده على الناس قدام البحر. قعد فوق الحجر والريح كضرب في وجهه وعينيه غارقين في الفراغ. كيهضر مع راسو، علاش يا راي علاش؟ شكون كان باغي يديك الموت؟ شكون؟ ولكن في الداخل تاعو كان عارف هادشي ماشي صدفه. راي كان داخل بشي حاجه. كابوس اللي كان هزو، الكلام اللي قالوا على العصابات، كلشي بدا كيتركب بحال شي قطعه تاع البوزل. ثاني نهار دار اليوغا نتاعو، ولكن المره هادي النفس ما كانتش منتظمه، كل حركه فيها توتر. منين سالا ما شربش القهوه نتاعو، عوض هادشي خزانه قديمه وخرج منها واحد الصندوق صغير فيه واحد الكابوس قديم ديالو. واحد الكابوس كان حلف ما يعاودش يشدو. كابوس بيده وبقى كيشوف فيه. قال له كنت باغي نعيش بسلام ولكن السلام ما بغانيش. في الوقت اللي اوسكار كان مصارع مع الافكار ديالو، البوليسيه اللي كانت في مسرح الجريمه سميتها ليلى ما كانش مرتاحه. حست ان القضيه فيها شي حاجه مخبيه. رجعت لدار راي باش تعاود تفتش بوحدها، وهي كتقلب لقات مسمار صغير طايح حتى الخزانه. دقت فيه مزيان وفهمت بلي راه تابع الخزنه السريه. قلبت حتى لقاتها مخبيه في الحيط، ومنين حلاتها عينيها توسعت. فلوس بزاف ديال الفلوس، رزمات كبار ماشي مبلغ بسيط. عيطت للزميل تاعها قالت له واش راي كان متورط، وهو يتزعزع. قال لها مستحيل، راي ماشي من هذا النوع. ولكن الشك دخل. هذا الوقت اوسكار كان قاعد في البار ديال ايرني، زنها شراب قدامه تصويره راي محطوطه في الطابلو وهو يهمس ليها. غادي نجيب لك حقك خويا، وعد مني. فينيسيا اللي كانت مراته جات وقعدت قدامه، كانت لابسه واحد لاروب كحل وعينيها فيهم الندم. قالت ليه سمعت باللي وقع، جيت غير نكون حداك وصافي. اوسكار جاوبها ببروده، قال لها فين كنت ملي كنت محتاجك، وهي تحني راسها. قالت له غلط، ولكن دابا بغيت نصلحوا اللي فات. هو بقى ساكت ولكن عينيه فتحوه، مازال كيبغيها، غير جرح قديم وصافي. نهار الجنازه المدينه كامله حضرت. راي كان معروف بالشجاعه ديالو، الناس واقفين وساكتين والجو ثقيل. الكوميسير الجديد ديال البوليس اللي سميتو فرانك طلع يهضر على الانجازات ديال راي، ولكن اوسكار كان كيشوف فيه بواحد النظره مختلفه، فيها تاريخ قديم ديال الخيانه. حيت الحقيقه هي ان فرانك هو السبب اللي خلى اوسكار يتحيد من الخدمه. في واحد العمليه قديمه ضد تجار المخدرات، قاست واحد القرطاسه بالغلط قتلت واحد المجرم. تحقيق برأ اوسكار، ولكن فرانك استغل الفرصه ولبس ليه التهمه باش يطلع هو في السلم. ومن داك النهار العداوه بالذات. من بعد الجنازه فرانك قرب لاوسكار وقال لي واحد النبره مستفزه، كاك داير دابا بخير؟ الحياه خارج الخدمه زوينه ياك؟ اوسكار قرب ليه وظل بواحد البروده، قال له الحياه زوينه ملي ما تكونش خائن. الهواء تقطع بيناتهم وكان ما دخلوش واحد البوليس بيناتهم. الدعوه كانت عيت تسخن. في الليله رجعت تقلب في ملف راي، لقات تسجيلات قديمه ديال المكالمات. سميه وحده تكررت بزاف ديال زعيم عصابات كبيره في تجاره المخدرات. فسمعت الاسم عقلت على واحد الحاجه، نفس العصابه اللي كانت وراء حادثه السوبر ماركت واختطاف مون. دابا الصوره بدات توضح. راي كان داخل بشي صفقه ولا يمكن كان باغي يفضحهم. وفي نفس الليله اوسكار كان في دارو كيحاول يركب الاحداث. خطره وحده سمع الضربات ديال الباب، من حل لقى اندريا واقف قدامه وجهه مورم. قال له واحد الصوت مخنوق، بابا ضربني وما بغيش نرجع للدار. اوسكار حس بشي حاجه تحركت فيه، دخل الولد عطاه ما ياكل وخلاه يلعب مع الكلبه. منين سولو شكون ضربو حاول يكذب، ولكن اوسكار فهم. قال له فين ساكن باك؟ الولد وراه، مشاو عند الباين لقاوه سكران وكيتعاطى المخدرات. اوسكار شدو من القميص ديالو، قال له الا عاودتي ضربتي ولدك غادي نرجع لك وما غاديش تعجبك الرجعه. الباين خاف، ولكن هاد اللحظه ما كانش غير اندريا، كانت فرصه لاوسكار باش يفرغ شويه من الغضب ديالو. اوسكار جا مع اندريا، لمح واحد من افراد العصابه اللي كان شافهم قبل، تبعو حتى لواحد البلاصه مهجوره. دخل بهدوء ولقى مون مربوطه في واحد الغرفه جانبيه باين عليها ضعيفه ومحقونه بشي ماده. القلب ديالو تشد، هادشي ماشي سرقه عاديه، هادو وحوش. صابا خرج قدامه رفع عليه الكابوس. اوسكار مر الكابوس ديالو في الارض باش يبان مسالم، وقال له غير عطيني البنت غادي نمشي. ولكن داك الشمكار ضحك وقال له اللي كيدخل هنا ما كيخرجش.
القرطاسه خرجت، لكن ما كانش من عند الشمكار، كانت من عند اوسكار. كان خفيف عليه كيستطيحو. مشى حرر مون، ولكن كانت ضعيفه بزاف. طلب لاندريا يعاونو يخرجوها. وصلوها لواحد السيده اللي كيتيق فيها باش تدسها وديها للسبيطار. رجع للدار كان عارف باللي دركي ما بقاتش غير ضنون، الحرب بدات. هاد الوقيته وصلتها معلومات ان واحد من العصابه صفاوها ليه في واحد الكباري. الكاميرا جابوا صوره واضحه لاوسكار. المفاجاه صديق نتاعها في الشرطه اللي كان كيبان وافي بدا كيتصرف بغرابه. كان كيحاول يخف الموضوع ويقول الى اوسكار دارها راه غير كينقي المدينه، ولكن الحقيقه كانت اخطر بزاف، اخطر، حيت نفس الزميل كان متورط مع زعيم العصابه، وراي كان عارف السر ديالو. والفلوس اللي لقاوها في خزنه راي كانت رشوه باش يسكت، لكن راي تراجع، وهذا التراجع كان ثمنه هو حياته. اوسكار مازال ما عارفش كلشي، ولكن حاس بالريحه ديال الخيانه. لحظه تواجهوا قدام واحد المقر سري ديال العصابه. ليلى لحقت بهدف انها توقفه، ولكن زعيم العصابه خرج خطره واحده وطلق النار عليهم بجوج. وسط الفوضى بان صديق الشرطي وكشف الحقيقه، هو اللي قتل راي، وهو اللي باع صاحبه مقابل الفلوس، وزعيم العصابه هو ولد عمه. العالم تقلب في ثواني. استغلت اللحظه وتلقى جوج قرطاسات في صدر زعيم العصابه. واوسكار رغم انه تصاب بجوج قرطاسات وجه سلاح ليشان للخاين وتيرا فيه طاح الارض. انتقام تحقق، ولكن الثمن كان دمويات. في السبيطار اوسكار باقي بشويه، ولكن ليلى كانت حداه كتضحك عليه. قالت له راك عنيد يا صاحبي، جوج قرطاسات وباقي حي. هو ابتسم قال لها مازال ما سالات، عندي واحد المهم واحد اخر. المفاجاه الكبرى كانت زياره فرانك. جاب له ورود واعتذر على الماضي، ومن بعد عرض عليه واحد الصفقه يغطيو على الفساد اللي وقع وياخذ واحد الفلوس كبيره للعصابات المقابل السكوت ديالهم. اوسكار سمع عليه وبان بحال موافق، ولكن في الحقيقه كان كيسجل كلامه. من بعد ايام قدام الصحافه ليلى كشفت التسجيل. فرانك تفضح وتشد، المدينه دارت صفحه جديده. ثاني نهار اوسكار رجع الروتين ديالو، دار اليوغا، حضر الفطور ليه والاندريا حيت الولد بقى عايش معاه مؤقتا. مشى للسوبر ماركت لقى مون رجعت تخدم وابتسمت ليه بامتنان. حتى بين اندريا ملي شاف شجاعه اوسكار قرر يخلي ولده يقعد عنده باش يتربى مزيان. واحد الشفار حاول يسرق المحل، اوسكار ما ضربوش، غير هضر معاه بكلمات قليله ولكن قاسحه. الشفار حنا راسو ومشى، واوسكار وقف قدام الشمس الطالعه حس بشي سلام اخير. بالتالي بقى غير رجل بسيط كيدير اليوغا ديالو، كيربي ولد ماشي ولده، وكيحاول يصلح شويه من هذا العالم. حيت في الاخير القوه الحقيقيه ماشي في السلاح، القوه كتبقى واقف مع الحق حتى الا خسرت بزاف في طريقك. وهنا سالت الحكايه.